الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج شاعر من بلدي. شاعر من بلد النهارده معانا الشاعرة الجميلة الأستاذة فاطمة، هتسيبها تعرفكم بنفسها أكتر. ازيك يا أستاذة فاطمة؟ اهلا وسهلا بحضرتك. منورة القناة. ده نور حضرتك. طب نسيب حضرتك بقى تعرفي نفسك للناس أكتر. انا الشاعره فاطمه ابراهيم سعيد ابو الحسن، مواليد 90، مركز سيدي سالم، محافظه كفر الشيخ، مؤلفه كتاب امس لا يغيب وحاضر لا يشرق. بدات كتابه الشعر العربيه الفصحى من مرحله الثانويه العامه لحد دلوقتي. وطبعا الشعر بالنسبه لي او بالنسبه لاي شاعر هو يعني بيعكس الحاله الوجدانيه اللي بيعيشها الشاعر فبيعبر بيها. أمس لا يغيب وحاضر لا يشرق. الشاعرة فاطمة إبراهيم. حاجة جميلة وعنوان جميل، وعنوان ليه معاني كتيرة. ايه اللي جه في وجدان وفي عقل الشاعرة فاطمة إبراهيم لهذا العنوان؟ هو يعني عنوان الكتاب مستوحى من روح القصيدة الموجودة بداخل الكتاب، فهتجد ان اي حاجة يعني اي طابع في القصيدة. يعني الكتاب مقسم ل4 اجزاء، منه الرومانسي الوجداني، منه الوطني الديني، خواطر. فتلاقي يعني العنوان فيه كتير قوي من روح كل قصيدة كتبتها، يعني عشان كده تلاقي العنوان ده واخد من طبع كل قصيدة انا عشتها وكتبتها. طيب محضر لنا ايه جميل بقى النهارده دلوقتي؟ هنبدأ إن شاء الله بقصيدة وطنية كنت شاركت بيها في نادي أدب سيدي سالم في المسابقة وخدت المركز الأول، اسمها ماذا أقول. بتقول: ماذا أقول وقد غلبت القول يا مصر انبهار، ماذا أقول وقد سحرت كل العيون بواقع بقي اعتبار، بالقلب أنت وبالكيان وبالدماء وجودك، وقد بك أرض الكنانة ومهد كل ديانة أنت الديار، ماذا أقول وأنت باب مصراعيه لي ينتهي إلى ما شاء الله قد أهدى اختيار، بترابك شهد الشهادة يلتقي نورا إلى الحق الجهاد بنصرة يلقى انتصار، ماذا أقول وكل كلماتي بوصفك لا تفي، وقد تكرمت بذكر من عزيز قد أشار، قد ذكرك الحق الإله الأعظم من عنده، وأحاطك برعاية قد خلدك بالذكر بكتاب حكيم لا يدار، فإنه قول كريم محكم ليل الهوى ينطق، فإنه وحي بخيرة الخلق أنزله استخار، قد قال عنك بأنك الأمن الأمان، دخولك أحرى بأن تستوصى بك شعوب أرض إن تجار، فخير أجنادك رجال لا تهد عزائم، إما الشهادة أو بنصر يرفع الحق افتخار، فماذا أقول بعد قول الحق عنك تفضلا، قد زانك بخير آية الكلام المستنير. ما شاء الله. ده حبا في مصر بقى. أيوه، هو الكتاب الجانب الوطني فيه كذا قصيدة لمصر، بالإضافة طبعا لكذا قصيدة لفلسطين، وفي برضه قصيدتين كده للعراق يعني. تمام. طب في حاجة جاهزة منهم نسمعها ولا؟ الوطني نقول بقى حاجة تانية. ماشي. يعني ممكن نقول قصيدة بقى من الجانب الوجداني. تمام. اسمها قصيدة أذكره. بتقول: يا من إذا غاب الكلام بت أذكره، فيكون حبي وذكرتي وكلام، حتى الغياب فيك حضور أحضره، فيكون حبي وكلمتي وعتابي، فيكون همسي وكلمتي وعتابي، والله أنت الدنيا حلم أطلبه، ويروح قلبي إليك حتى في خيالي، حين تقول تكون صوت الزمن أسمعه، وهل يغيب من في الوصل أضناني، ماذا يكون الحب لو ما كنت أعشقه، ماذا يكون العمر إن في الحب ينساني، إن قال غيره ما أريد أرغبه، وهل لقلبي أن يدق من ثاني، إذا أراه يطيش العقل أفقده، فلطالما تعب في فكر أشقاني، يا أقرب الأقرب رغم البعد أسكنه، ويعيشني تفاصيل عمري يحياني، وأغير إن قرب النسيم إليه أسجنه، بين الدماء وأضلعي كدمائي، ماذا يكون الحب لو ما كنت أعشقه، ماذا يكون العمر إن في الحب ينساني، يا من إذا غاب الكلام أذكره، فيكون حبي وذكرتي وكلام. جميل. ده الرومانسي. ده يعني حاجة جميلة والله. طيب انت اما بيجي مثلا يحضر معاكي زي ما بنقول كده وحي الشعر،
اكتر مكان تحبي تقعدي فيه؟ هو بصي يا استاذ، هو مش مساله يعني مكان او كده. هي ممكن تكون مثلا خاطره، او يعني حاله وجدانيه بتسيطر على الشاعر، اي شاعر بقى، سواء بقى عاميه عربيه فصحى كده. فبتكون في حاله او قصه او حاله وجدانيه بيعيشها، فبيختار ان هو يعني يعبر عنها في اي وقت بقى، يعني في اي وقت او في اي مكان او في اي زمان. المهم ان هو يعني حضرت له فكره معينه او حاله وجدانيه معينه بيعبر بيها عن طريق الكتابه. في اي مكان بقى، في اي توقيت ما في اي توقيت، في اي زمان، في اي مكان. اه. طب انت يعني حابه يعني مثلا ممكن ان انت تكتبي شعر اغاني مثلا، او حاجات من دي، او في شعر او مثلا حاجات زي مثلا الحاجات الدينيه اللي هي التواشيح والحاجات اللي هي هو بالفعل الكتاب فيه جزء ديني، اه. في حاجات كتير دينية، وفي حاجات كتير وطنية، وفي حاجات كتير يعني وجدانية، حاجات كتير. وطبعا زي ما حضرتك عارف، في ناس كتير مثلا زي المغني العظيم كاظم الساهر، كتب حاجات يعني، غنى حاجات كتير، قصايد كتير للشاعر نزار قباني وكده، وأشعار برضو بالعربية الفصحى يعني. في ناس كتير حتى كمان غير الفنان كاظم الساهر غنوا حاجات كتير برضو لشعراء اترجمت دي الاغاني وكده. طيب انت حضرتك بالنسبه بنت ست سالم، فكرتيش انت تعملي شعر ست سالم؟ هو الوطن جزء لا يتجزأ، صح ولا ايه؟ جمعتيها. هي سيدي سالم جزء من ايه؟ من مصر اه طبعا. طبعا. فطبعا انا كوني ان انا كتبت عن وطني، كتبت عن مصر، وقلت يعني قلت ان هي فيها اهلي واولادي اخواتي امي، ابويا كده، الشوارع اللي احنا عشنا فيها، فالوطن حتى البلده اللي انت موجود فيها او البلد هي جزء لا يتجزأ من الوطن. فبالتالي انت بتتكلم عن وطنك يعني مصر، اللي هي سيدي سالم جزء منها. اي بقعه على ارض مصر هي مصر. طيب ايه اكتر قصيده ممكن ان انت تقوليها او فكرت فيها يعني بتحركك وجدانيا، بتحرك مشاعرك، بتهزك؟ هو طبعا كل كلام جميل مؤثر، نابع من القلب، اكيد هو هيكون مؤثر، سواء وطني، سواء ديني، سواء يعني وجداني. هو الشاعر عامة لما بتحضره حالة، أنا عايزة أكتب مثلا أحداث مثلا سياسية أو أحداث وطنية أو أحداث حصلت في البلد، سواء مصر أو حتى في أي دولة عربية تعتبر من الأشقاء أو كده. فأنت بيحضرك حالة عايز تعبر عنها من خلال المشاعر الوجدانية اللي حضرتك، فأنت بتتكلم عنها بمنتهى الصدق يعني. عايز تعبر برضو عن حالة وجدانية رومانسية برضو، دي حاجة بتبقى في نفس الشعر هيعبر بيها عن الحالة اللي هو حاسسها. برضو عايز تتجه بوجدانك لربنا برضو، تناجي ربنا، تتكلم عن حالة يعني دينية كده أو حالة روحانية أنت بتعيشها، برضو هتتكلم عنها. فأي حاجة بقى سواء وطنية دينية رومانسية، الشاعر بيجدها أو بيحسها بيعبر عنها. فكرت تكتبي للاب او الام او كتبت كتير، كتبت لبابا اتنين هنا، وفي برضو في أول الكتاب. بالمناسبة أنا يعني أحب برضو إن أنا أقول على الإهداء ده اللي أنا في أول الكتاب أنا عملته لبابا هنا، وفي قصتين للأب، وفي تقريبا قصتين للأم كمان، يا بخت للأولاد وللوطن. يا بخت. شكرا يا أستاذ. حتى أنا كنت هنا بقول إلى أبي الغالي تهزم الكلمات في وصفك إذا وصفت، وأنت بداية الكلمات بلا منتهى، وفطرة الحب أنت حينما أدركته، وكل الحروف اسمك حين نطقه لساني. وهنا طبعا كان في قصيدة معينة برضو كنت كاتباها لبابا، فأخدت منها بيت اخترت ان هو يكون مع الإهداء. كان بيقول: فكيف لمعاني الحماية أن تعرف إلا بعزك، تأتي لتتعلم بك معنى الحماية تقتضي عمرا. فاخترت البيت ده من قصيدة طبعا كاملة أحطه مع الإهداء هنا في الكتاب، يعني في أول الكتاب طبعا. نصيحة كده تقوليها للبنات، بنات اللي طالعة، الجيل اللي لسه طالع اللي في التعليم دلوقتي البنات والشباب عامة، أي حد يلاقي عنده موهبة
عايز ينميها في اي مجال من مجالات الحياه، مش شرط الشعر بس، لازم يحاول يشتغل عليها ويطور نفسه ويحقق هدفه. انا معاكي وجاهز، انمي معاك الموهبه، والقناه جاهزه انها تصور وتدعمه. شكرا يا استاذ. وكمان انا من المنصه دي احب كمان اشكر نادي ادب سيدي سالم، دي يعني مناسبه كويسه جدا، علشان يعني انا متهيألي هم مش متهيألي متاكده هم بيدعموا دايما اي موهبه كمان طالعه يعني وكده. فاي حد في اي مجال شايف نفسه عايز ينمي الموهبه دي يحاول ان هو يطورها وينميها يعني. وكمان دور الاب والام كمان لازم ينموا الموهبه دي في ابنائهم يعني. دي حاجه كويسه جدا هم يشتغلوا عليها. شايفه بكره احسن؟ ان شاء الله طبعا، اكيد اكيد. اكيد ان شاء الله. متفائله؟ ان شاء الله طبعا اكيد. ان شاء الله. ان شاء الله. سعيده ان انا كنت مع حضرتك، وشكرا للقاء المتميز ده، وبشكرك. كان معانا الشاعره الجميله فاطمه ابراهيم، وعلى فكره هيبقى لها لقاء على طول في برنامج شاعر من بلدي، واستنونا. كان معكم احمد جويش.